النهاردة جاية أتكلم عن ترند شغل التواصل الاجتماعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ الفيديو ده مش رد فعل وبس، دي صدمة حقيقية. محمد رمضان كان رايح أمريكا وقال هيدافع عن إخواتنا، بس اللي حصل فاجأ الكل. بدلة رقص، بدلة رقص. تعالوا نشوف اللي حصل بالظبط. قبل ما يسافر طلع محمد رمضان قال تصريح صادم: ممكن تكون دي آخر مرة أروح فيها أمريكا، ورايح أدافع عن إخواتنا. الناس قالت أخيرا هيتكلم، هيقول كلمة حق، يمكن يشرفنا يمكن قدام تكون آخر الكل. حفلة ليا في أمريكا. يمكن ما ادخلش أمريكا تاني بعد الحفلة دي تحديدا، ولكن رسالة وهنوصلها بس اللي حصل بالفن كان صادم. طلع على وبالموسيقى. مسرح كوتشيلا بلبس أقل ما يقال عنه بدلة رأس، حرفيا بالمعنى المصري بتاعنا بدلة رأس حقيقي. والله كروب توب ذهبي وبنطلون مفتوح وحركات غريبة. ده دفاع ولا ده عرض أزياء ولا دي بدلة رقص زي ما الناس قالت؟ الناس حرفيا مش مستوعبة. فيه اللي سخر منه وقال ايه ده يا فنان، وفيه اللي متضايق جدا، وفيه اللي ده محمد زعلان. رمضان بجد ولا انت بتهزر؟ لا والله محمد رمضان فعلا في مهرجان في باتشيكو امريكا. ليكو حاجه كده يعني. بالظبط. يبقى خلاص، يبقى عمل قطع وفتح. خلاص محمد رمضان يا جماعه عمل قطع وفتح، يعني قطع كده وفتح كده. هو ده محمد رمضان اللي قال للرئيس سيسي فين السلاح؟ السلاح هيصدي. هو اللي هيصدي ولا هي اللي صدت؟ اما محمد رمضان فكالعادة طلع يبرر وقال ان اللبس مستوحى من الفراعنة، وانه معمول يدوي، وانه بيعبر عن الحضارة المصرية. بس السؤال هنا، هو فين الحضارة؟ معلش، ايوه فين الحضارة في كروب توب ومظهر اقرب لبدلة الرأس، حرفيا بدلة رأس؟ ده انه غير قال لو خيروني بين زمان ودلوقتي هختار دلوقتي. طيب واحنا اللي متابعينك، اللي كنت بتقول انك صوتنا. انا مش ضد الجراءة خالص، ومش ضد الفن المختلف، لكن لما بتكون بتتكلم باسمنا وباسم شعب كامل، وانك رايح تمثلنا، يبقى لازم تحترم الجمهور اللي وثق فيك. الفن الحقيقي مش بالترندات، الفن بموقف، بشكل، بمحتوى. الثقه في اللي انا جاي. محمد رمضان نجم كبير، محدش يقدر ينكر ده، ولكن النجومية مسؤولية. مش كل حاجة ترند تبقى صح. نقدم حاجة نفتخر بيها مش نتحرج منها. هستنى رأيكم في الكومنتات. هل اللي عمله رمضان ده فعلا فن، ولا احنا اللي بقينا نتقبل أي حاجة